السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كده دايما في خير وسعادة. قبل ما ابدأ معاكم احب اشكر كل حبايبي الجداد اللي شرفوني في القناة. اما بقى بالنسبة للحواوشي الجميل اللي قدام حضراتكم ده، حواوشي الخضار هنعملوه مع بعض بمكونات بسيطة جدا. طريقة سهلة. ما بتاخدش معاكي اي وقت ولا اي مجهود. بس الطعم رائع جدا. والشكل زي ما حضراتكم شايفين كده قد ايه جميل. إن شاء الله مكونات بسيطة وطريقة سهلة وبسيطة. إن شاء الله تجربوها بالطريقة دي وتنول رضاكم. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. منتهى الروعة. يلا كده نبتدوا مع بعض في طبق بقى، وهبدأ أنزل بكمية من البطاطس. بتسلقيها وتهرسيها بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. بعد كده هنزل بواحدة كده من البدنجان المشوي، شويتها وهرستها. طبعًا الكمية أنتِ اللي بتحدديها على حسب العيش اللي أنتِ عاوزة تحشيه. أنتِ بس بتاخدي الفكرة. والمكونات دي بقى أنتِ اللي قدّريها بقى وبتحطيها. التَّكة اللي هتخلّي طعم الحواوشي معاكِ في منتهى الجمال، بتحمّري بصلة تكون كبيرة كده وتحطيها على المقادير بالشكل ده، بتدّي طعم جميل جدًا. بعد كده بقى معايا طماطماية كده مقطّعاها مكعبات، فلفل أخضر، على فلفل حامي كده. حابة أنتِ بقى تعملي فلفل ألوان كده وتقطّعيه براحتك أنتِ. معايا كمان هنا التوابل. ما تربطيش نَفْسِك لا بمقادير حد ولا بتوابل حد. المتواجد عندِك استخدميه. خُدي بس الفكرة واستخدمي اللي عندِك. بعد ما نزلت بالتوابل، هانزل كمان كده بعودين كده من الكزبرة على الشبت، بيدّوا طعم جميل جدًا. رايحة أقلّب بقى الحشوة دي كلّها كده مع بعضيها. بسم الله ما شاء الله ريحتها رائعة جدًا. كمان لو أنتِ حابة تضيفي لها ميكس من الجبن، بتدّي طعم في منتهى الجمال. بعد كده بقى بتجيبي أي عيش متواجد عندِك، بتفتحيه بالشكل ده وبتبدئي بقى تحشيه الكمية المناسبة. أيًا كان العيش بقى، عيش من الصغير، عيش من الكبير، أيًا كان. شايفين الحشوة؟ بسم الله ما شاء الله. كمان زي ما قُلت لحضراتكم، لو حابة بقى تضيفي له جبنة موتزاريلا أو ميكس كده من الجبن، بتسيح بقى مع الحشوة دي وبتبقى جميلة جدًا. بعد ما خلّصت كمية العيش بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده، هابدأ أسوّي. مسكت العيش دهنته كده فرشة من الزيت من الجنبين، وكمان دهنت الطاسة وعلى نار متوسطة بقى، وبدأت كده أحمّص في العيش بالراحة خالص كده علشان ما يتلسعش منِّك، وبتبدئي تحمّصيه من الجنبين. أهم حاجة المتابعة. ما بياخدش معاكِ أي وقت ولا أي مجهود، وبيطلع بالجمال ده. ممكن تكمّلي بنفس الطريقة. وفي طريقة تانية بقى، جِبت صينية من صواني الفرن، دهنتها كده فرشة من الزيت، وكمان دهنت العيش كُلّه كده من الجنبين فرشة بسيطة جدًا من الزيت، وسخّنت الفرن كويس، ودخّلت بقى الصينية مع المتابعة والتقليب المستمر، بيطلع معاكِ بالجمال ده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. سهل وبسيط. ما هوّاش مُكلِّف، ما بياخدش أي وقت. بس بيطلع معاكِ الطعم رائع جدًا والريحة جميلة جدًا، ما بتشبعيش منه والله. حاجة كده في منتهى الروعة. حبايبي، يا رب كده أكون فدتكم بمعلومة. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم.